السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح قامت مجموعة من السلطات المحلية التابعة للمحتل الروسي بتنفيذ عملية مداهمة لكنيسة. آه، تم تصفية ما يقارب الأربعة خمس أطفال أو مراهقين شيشان على أساس هؤلاء هم الإرهابيين الدواعش. كالعادة بتبلش السيناريو والبروباغندا القادروفية بنكهة هندية. قادروف مترأس العملية بلحمه وشحمه وبنفسه، يعني هو قائد العملية ولاسلكي نازل يعطي تعليمات ميدانية كيف لازم يفوتوا ويقتحموا، وهو بعرفش كونه كان قائد عمليات اقتحامات وبيعرفوا ماجايفر الأخ جيمس بوند، يعني مخضرم بالساحات الميدانية والأكاديمية. فكل المشاهد يتم تصويرها، يعني رمزان هو ملتحم معهم، هو نازل يعطي الترشيدات والإرشادات والتوجيهات، كل شيء مصور. الشباب تاعونه بس هم يحاوطوا الكنيسة كله مصور، بس يفوتوا اقتحام كله مصور، وهم بيستخرجوا الرهائن كله مصور. سو ما في ولا مقطع يثبت على مين هؤلاء، هل كانوا أحياء، هل كانوا أموات، هل تبادلوا إطلاق النار، هل هم فعلا كانوا حاجزين الرهائن. لا، ما في. أسرع عملية احتجاز رهائن، وأسرع عملية فك أسر رهائن، وأسرع عملية بإنهاء وضع حجز رهائن صار عندنا بالشيشان. ليش؟ لأنه رمزان قادروف رئيس الجمهورية الشيشانية بنفسه شخصيا يترأس المقاومة الإرهابية. عليك ولعنة الله على شاربك أنت وياه. يزن في عنا إمعة، يزن في عنا بعض الفئات اللي يزم شردمة، هذول الشردمة هاي الشردمة يزم عيب على شيبتك يا زلمة، استعي حالك يا زلمة. يعني ما أرخص من هيك بروباغندا، ما في أرخص من هيك مادة إعلامية غير السقط اللي قاعدين يسوقوا لها الرخيص هذا. ولك أتحدى العالم، أتحدى رمزان قادروف، وأتحدى الكلاب الضالة تاعونه يطلعوا بفيديو واحد، مقطع واحد، يثبت إنه هؤلاء الشباب كانوا أحياء في الكنيسة عند الرهائن. فرجينا بس مقطع ثاني واحد لما صار هذول كل اللي طلعوهم الجثث كلهم مخزقين، اطلقوا عليهم النار بالتحام مباشر، يعني صار في هناك التحام مباشر. بمعنى كل جندي عسكري دخل على الكنيسة في كاميرا على راسه، في كاميرا على كتفه، في كاميرا على بجيبته، يعني على سلاحه في كاميرا. فرجينا مقطع واحد صار التحام مباشر مع هؤلاء الأربع المراهقين اللي قتلتموهم. وإن شاء الله، إن شاء الله كل واحد بيسوق لهذا الرخيص وللمادة الإعلامية الرخيصة تاعته إن شاء الله يذوق نفس ما عم بذوق الأهالي هؤلاء القتلى. يا سيدي، ليس مقطع فيديو واحد بس يثبت إنه هؤلاء كانوا عايشين. ولك استحي على حالك، ولك استحي على شيبتك يا زلمة. يا زلمة شو يا زلمة، انت عايش لي في بلد يا زلمة ما بتخجل على حالك؟ في عالم آخر الرئيس رمضان قادروف بحد نفس ذاته مترأس العملية، سنحك سبعك بهالراس يلعن. يا زلمة والله يا زلمة، لما بتسمع عن واحد من عيلته قديش كان إنسان شريف، إنسان يا زلمة زقرت قد حاله، ويطلع لك من نفس العيلة زي هيك أشكال مصدية يا زلمة. لعنة الله على أشكالكم يا زلمة. اوه، إنسان قادروف نفسه مترأس العملية. ولك خليه مقطع واحد بس يثبت انه هؤلاء كانوا احياء. ولك ما في شيشاني واحد يعتقل الآن بالشيشان يعتقل من خلال دوريات الشرطة ولا على الملأ. عمليات خطف عينك عينك. الآن إذا بتعملوا بحث عن آدم أدييف كيف تم خطفه، وعن توربل إسرائيلوف كيف تم خطفه، جبرائيلوف كيف تم خطفه، يتم اختطاف الشباب الشيشان الآن في الجمهورية، ويتم احتجازهم ويتم تعذيبهم، واللي بموت تحت التعذيب يبقى في الثلاجات لحين مسرحيات. ما يقارب قبل أسبوعين آدم ديملخانوف تم حجزه في موسكو، تم ضبطه وتم احتجازه.
تم التحقيق معه في موسكو لبعض التسريبات والفساد المالي. الآن تم هذا التوقيت، هاي تنفيذ العملية مع نفس التوقيت اللي صار في هناك بعض التضييق على تحركات رمزان قاديروف وكلابه في المساواة في موسكو ولا في شيشان. هاي رسالة لموسكو إنه إحنا لساتنا الصمام الأمان للإرهاب، إحنا اللي حاجزين الإرهاب. هاي لساتها رسالة يريد توجيهها رمزان قاديروف إلى العالم الروسي والعالم الغربي، أنه لا زال الرجل المطلوب في المكان المطلوب للردع الإرهاب. وشوف التوقيت انت، وشوف ايش العملية وين في الكنيسة. كوماندوز رمزان قاديروف نفسه. طب يا زلمة، طب يا إما يعني عندك 1000 جنرال و1000 ضابط و1000 مدير عمليات و1000 مدير أركان ورتب وعليهم رواتب خير الله وخدماتهم خير الله، ولك إذا أنت يعني إذا ما راح تزبط العملية غير أنت تكون موجود، لو ليش تعال بتربي لي كل هالضباط وهالرتب وهالألوية وهالأركان ومدير أركان ومدير عمليات ومدير أبصر شو مدير إرهاب، إذا أنت بس فقط أنت لازم تكون موجود يعني على الساحة يا سبع البرمبة. طب لو ايش بتربي لي كل هالرتب هذول؟ صرفهم خلاص، ما دام في عندنا الكوماندوز الماجايفر الجيمس بوند رمزان فلاديمير قاديروف، خلاص بدناش جيش احنا. يعملوا هيك فوتوا وقال لا تبعزقوا طلق كما بيحكي. لإلا كل معه لما بيعنتر وبيعارض معنا وبيقعد يتشاطح معنا، ولك إذا أنت زلمة من ظهر زلمة اسأل هالسؤال، قل له يا رمزان قاديروف فيديو واحد بس يثبت إنه هؤلاء الشباب المراهقين اللي أنت اغتلتهم وقتلتهم كانوا أحياء في الكنيسة. فيديو واحد، أخزق عيني يا زلمة، يا زلمة أخزق عيني، يا زلمة أخزق عيني، أخزق عيني، ولك نتف لحيتي إذا بيطلع فيديو واحد. الرئيس الشيشاني رمزان قاديروف بحد ذاته عليك وعلى كل من قال عنك الظلم يا جواري النخس. سقط. وكل واحد صاحب بزقة يعرف عن مين البزق قاعد.